رجعنا لكم تاني في سلسلة الإسعافات الأولية. لو لا قدر الله حصل عندنا تسريب غاز، لازم نعمل الحاجات اللي أنا هقولك عليها دي أو اللي هقول لكم عليها دي. بمجرد إن إحنا شمينا ريحة غاز في المكان، أول حاجة هنعملها هنروح نفتح الأبواب والشبابيك بالراحة جدا يا جماعة، بالراحة جدا، وهقول لكم ليه. أول حاجة هنعملها هنفتح الأبواب والشبابيك بقدر الإمكان بالراحة جدا. تاني حاجة هنحاول نروح عند الماسورة الأم بتاعة الغاز ونقفل المفتاح بتاعها، ده مهم جدا. طيب، هحاول بقى أبعد قدر المستطاع عن الحاجات اللي ممكن يعني مثلا ما يبقاش فيه ريحة غاز ولاقي واحد ماسك سيجارة، أو بنولع ولاعة، أو يعني نحاول نبعد عن الحاجات اللي هتؤدي للاشتعال. احنا الدنيا مليانة ومعبية غاز، فبقدر الإمكان نحاول ناخد بالنا. طيب، ما تحاوليش طول ما في ريحه غاز ان انت تولعي اي جهاز كهربائي، لا تلفزيون ولا تلاجة ولا اي حاجه. احنا كده كده لو نقدر ان احنا نفصل الكهرباء هنفصلها بالراحه برضو جدا. ممكن لا قدر الله مع التسريب الغاز الجامد ومع تشغيل بقى الاجهزه الكهربائيه والحاجات دي ممكن يسبب انفجار. يعني احنا نخلي بالنا يا جماعه، ما نحاولش بقدر الامكان ان احنا ندوس على اي زر كهرباء، اللي هو بقى انت شميت ريحه غاز وانت داخل من الباب تخش في ضلمه، تولع الكشاف بتاع الموبايل بتاعك، تقفل المفتاح بتاع الماسوره بتاعه الام، ونحاول ان احنا نقفل كل الحاجات الخاصه بالكهرباء ونفتح الشبابيك بتاعتنا. ما نولعش كهرباء يا جماعه، ما نجيش جنب الاكباس ونولع كهرباء، الحاجات دي ممكن تسبب انفجار. طيب، احنا لقينا الدنيا مليانه غاز وابتدينا هندروخ ومش قادرين نسيطر على الموقف بعد كل اللي عملناه ده. اول حاجه هنعملها، معانا اطفال هنطلعها بره، معانا ناس كبيره هنطلعها بره، شخص واحد بس فقط اللي يتعامل في الموضوع ده عشان ما يبقاش فيه توتر. التوتر هيخلق حاله من البرجله، وزي ما قلت لكم ممكن لا قدر الله مع حاله تلامس مع اي حاجه في وسط التسريب ده يعمل انفجار. فاحنا في غنى عن الموضوع، فشخص واحد بس اللي عنده المقدره ان هو يتعامل مع الموقف هو اللي يخش ويتعامل. طيب، واحنا بنحاول ان احنا نحاول نساعد نفسنا، نحط منديل على مناخيرنا، ولو نقدر ان احنا نبله باي حاجه يبقى كويس عشان ما نستنشقش الغاز الناتج بقى عن التسريب ده. بعد بقى ما خلاص احنا حاولنا بقدر الامكان، فتحنا الشبابيك واستنينا فتره طويله مثلا ساعة والدنيا خلاص بقت هادية، نقدر بعد كده نفتح الكهرباء بتاعتنا ونقدر بعد كده نشوف التسريب ده جاي منين. واول حاجة نعملها نتصل برقم الطوارئ اللي هو 180. ربنا يكفينا ويكفيكم شر اي حاجة وحشة في الدنيا، بس دي من ضمن الحاجات اللي بقت موجودة دلوقتي. دايما نسمع عن حوادث انفجار الانبوبة، انفجار سخان الغاز، مش عارف ايه، تسريب غاز ادى لوفاة مش عارف ايه. فاحنا دي حاجات هتساعدنا بان احنا لا قدر الله اتحطينا في موقف زي كده نقدر نتعامل ونقدر ايه نتصرف ونشوف هنعمل ايه. طيب، في موضوع تاني وهو موضوع الغريق. احنا دلوقتي في فترة الصيف وكلنا بنروح المصايف، ولا قدر الله ممكن ما نعرفش النصيب فين، بس ممكن يحصل ويبقى حد قريب مننا او حد ما نعرفوش ممكن ان احنا ننقذه وننقذ اسره من فقدان اب او ام او اي حد، وان هي يعني نحاول ان احنا نساعده. طب هنعمل ايه؟ لقينا حد غريق بيغرق، ما تروحش وتنط غير وانت بتعرف تعوم. ما بتعرفش تعوم خليك قاعد على الشاطئ، احنا مش ناقصين 2 ميتين، توجعلناش دماغنا. يعني الجلاله ما تاخدكش بقى وانا رايحه اساعد، انت يا عم ما بتعرفش تعوم اصلا، فخليك قاعد. لا، لقيت غريق على البحر، في البحر، هتخش وانت بتعرف تعوم. اول حاجه بنعملها يا جماعه ما بنمسكش الغريق، لان هو اول ما هيمسكنا ويقفشنا هنغرق احنا الاتنين حتى لو بتعرف تعوم. دايما بيتجاب من القفا بحيث ان هو يتشل حركته ما يعرفش يمسكك، لان هو لو مسكك هو يا عيني بيحاول يمسك في اي حاجه يعني يطلع بيها من الموقف اللي هو فيه، فهو مش هيبقى فاهم ان هو ممكن يكون بيغرقك او كده، فنمسكه من مكان بعيد. طيب،
ما نحاولش ان احنا نمسكه من ايده برضه. يعني هو احنا لو مسكناه بالايد ديت هو يعني هيمسكنا بالايد التانية فهنغرق احنا الاتنين. فزي ما قلت لكم احنا هنحاول ان احنا نشده من قفاه من هنا. خلاص احنا خرجناه. طيب هنحطه على الشاطئ. في ناس بقى بتبقى خارجه قاطعه النفس خالص. تعالى اقول لكم هنعمل ايه لو اتحطينا في موقف زي ده لا قدر الله. طيب احنا معانا الغريق ده، العروسه النائمه معانا مكمله معانا ان شاء الله. طيب احنا لقينا الغريق خلاص طلع وحطيناه على الشاطئ ونيمناه كده، بس احنا مش حاسين انه في استجابه. احنا حاسين ان هو لا مفيش تنفس، فبنبتدي نحط ايدينا هنا كده ونشوف في تنفس ولا لا. بنبتدي نشوف منطقه الصدر فيها تنفس ولا لا. ما لقيناش في تنفس فبنعمل ايه؟ بنروح مرجعين الراس لورا وضاغطين على المناخير كده ومدين قبلة الحياة. بنحاول ان احنا نعمل كده كذا مرة، ما لقيناش في استجابة بنبتدي زي ما اتفقنا لما نعوز نعمل انعاش للقلب بنحط ايدينا كده، بنتشابك ايدينا وعند منطقة الصدر وبنحاول ان احنا نضغط على منطقة الصدر عشان نعمل انعاش للغريق. وبنرجع تاني نروح عاملين قبلة الحياة وبنستمر في كده لحد ما الغريق اللي معانا يستوعب ويقوم ويفوق. طيب خلاص احنا خلصنا بقى من المرحلة دي. في ناس بتتوفى بعد ما يتم اسعافها من الغرق. يعني بنسمع كتير عن اطفال وده بيبقى معرض ليه اكتر الاطفال ان اللي هو اسمه الغرق الجاف. ايه هو الغرق الجاف ده؟ لازم كلنا ناخد بالنا منه لا قدر الله. برضه لو لا قدر الله حصل لطفلك غرق وقام وتم انقاذه لازم نكون عينينا عليه. ليه يا عم؟ لان هو ممكن تكون الرئه بتاعته امتلأت بالميه واحنا مش عارفين. طيب هل دي ليها اعراض؟ ليها اعراض. هتلاقيه حاسس بالدوار وحاسس بالنعاس وحاسس بألم في الصدر وحاسس في صعوبة بالتنفس. ده كل ده بيشير ان في حاجة غلط. طيب ايه النور قطع بس احنا يعني انا هحاول بقدر الامكان اكمل عشان هي فاضل حتة صغيرة فنحاول ان احنا نكملها بالاضاءة الضعيفة دي. طيب هنرجع تاني هنكمل موضوع الغرق الجاف. وزي ما قلت لكم لو لقينا الاعراض ديت على ابننا او على لا قدر الله الغريق اللي تم اسعافه لازم نروح للمستشفى فورا ونتوجه للمستشفى فورا. وده دليل على ان الجسم بيتناقص منه نسبة الاكسجين. فلازم يبقى عندنا وعي ان بعد الغرق مش اللي هو هنسكت، لازم يبقى فيه متابعة للشخص اللي تم اسعافه. احنا خلصنا خلاص حوار كمان ازاي او ايه الاسعافات الاولية في حوار الغرق. مكملين تاني وان شاء الله باذن الله من غير مقاطعة. الحلقة الجاية تكون بقى الحلقة الاخيرة في الاسعافات الاولية وهنشوف بعد كده بقى هنعمل ايه. استنونا يعني بس لما النور يرجع بقى ان شاء الله. يعني مش عارفين هيرجع امتى حال البلد. استنوني ان شاء الله ما تروحوش في اي حتة عشان نكمل الحلقة الثالثة ان شاء الله.